لو انت تعبان او لو انت تعبانه اعمل ايه؟ انا بص يا دكتور بقى الكلام ده انا ماليش فيه، انا ببقى جاي هو حد انت مش حاسس بيا، والله انا حاسس بيك، وانا من اكتر الناس اللي ما بقعدش مع اهلي عشان ظروف الشغل، ولكن بحاول لما اقعد يبقى القعده صحيه، حتى لو تقعد 10 دقائق في اليوم، 10 دقائق في اليومين، 10 دقائق في الاسبوع، خلاص. تعمل ايه لو سمحت؟ لو انت تعبان ما تتعاملش مع ولادك، تتعبان خلاص، اي مجرد اللمسه هتنفجر، روح اقعد في حته لوحدك، حتى لو تقعد في العربيه شويه، حتى لو قبل ما تطلع البيت. التمشيه طبعا من الامور الجميله جدا في انك تنفس عن نفسك، اتمشى لوحدك، حاول تطلع كل الطاقه والشحنات السلبيه اللي في اخر اليوم. واحد بيجي على اخر اليوم مش قادر، حتى لو تخش، في ناس بتخش الاوضه تقعد مع نفسها نص ساعه، يعني تذكر الله، تقعد مع نفسها كده اهوت، عشان بس يفضي الشحنات السلبيه اللي عنده. وما تعملش مع حد، لانك اول ما تعمل مع حد هتاذيه وهو ملوش ذنب. هو الطفل الصغير ليه ذنب ان انت تعبان؟ هو ما يفهمش الكلام ده، يفهم ان بابا جه عايز يلعب ويهزر معاه وانت مش قادر. فلو سمحت تعبان انسحب وفرغ الشحنات، صلي، اتوضى، وخد النيه دي، خد النيه ان انا هتصابى ليه فيها ثواب وفيها سنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تربيه سليمه. طيب مش قادر اعمل كده يا دكتور، مش قادر فعلا، انا طبعي غليظ، يعني اتعلم اقرا شويه عن الرفق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق كتير جدا. وتاني حاجه فيكت، يعني فيكت يعني تعمد ان انت تعملها وهو مش انت، يعني انا هزر معاه وانا اصلا مش في الهزار بس اهو يا جو انت مع الوقت هتبقى بتهزر. يعني انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. خلاص. يا رب تستفيدوا من الفيديو يا رب. والله هو الكلام اولا لنفسي، ربنا بيقول وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.